صباح الفل وصباح الورد على عيون احلى متابعين في الدنيا. ازيكم احلى اخوات واحلى عيله، وحشتوني كتير. النهارده كده انا حبيت اصبح عليكم من عند طيوري، ونروح نتفرج كده عليهم كده ونشوف لنا اي حاجه كانت بحر نتغدى النهارده. يعني ايه، تبقى غدا بسيط كده ومش مكلف. طبعا مش هنشتري حاجه من بره، يعني احنا هنجيب ان شاء الله من ايه، من الخير اللي في البيت. زي ما انتوا شايفين كده الديك المقلوظ الصغنطوط الجميل ده، ديك شمورت كده وصغير ما شاء الله تبارك الرحمن، شكله جميل. قلنا ايه، نتغدى عليه بقى النهارده وبألف هنا وشفا لكل اللي كان منه. وبعد ما ذبحته جينا نشطب المواعين، بس لقيت الحله دي طبعا ما شفتهاش الا الصبح. بس بوسه قامت تعمل فشار بالليل هي واخواتها، وطبعا الفساد بيشتغل ما بيخشوا المطبخ، يعني حرقوا الحله وحرقوا الفشار وكانت دربكه بالليل، بس انا ما شفتش حاجه الا الصبح. قلنا نشطب كده المواعين سريعا سريعا مع بعض كده، وندردش شويه مع احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. وطبعا حبايب قلبي كل الناس الجديده اللي داخله عندي في القناه، اتمنى ان انتوا تتابعوني دايما وعيلتي تكبر بيكم يا رب، وتشاهدوا فيديوهاتي وتاخدلكوا جوله كده في القناه. واتمنى ان شاء الله انها تعجبكم باذن الرحمن. فيها وصفات لذيذه وسهله للبنوتات الصغيرين لسه داخلين المطبخ، والعرايس لسه مقبلين على الجواز والحياه الزوجيه كده، وروتينات محفزه، وان شاء الله القناه تعجبكم باذن الله. واللي لسه اول مره تتفرج على قناتي وشافتها كده بالصدفه وهي معديه، اتمنى انها تشترك وتفعل زر الجرس وتدوس على كلمه الكل عشان يوصلك كل اشعار جديد باذن الله، وعيلتي تكبر بيكوا اكبر واكبر. اللهم امين يا رب، ويصلح حالنا جميعا احنا واياكم. متنسوش اللايك يا بنات، حط اللايك، حط اللايك عشان اللي واقف على الحوض كده في الساعه دي تستاهل بجد 100,000 لايك، مش لايك واحد. حط لايك للمواعين الكتير اللي تتكاثر يعني بطريقه رهيبه. في سنة تحط طبق تلاقي بعد شوية بقى 10 طبقات من 2 جم ما تعرفيش. الكوباية ما شاء الله تلاقي جنبها اخواتها كلهم نزلوا من على الرشاية كده في المطبقية وقعدوا جنب اخواتهم. خليكوا فوق، لا احنا حابين نقعد تحت. يعني يسيبوا اختهم تحت لوحدها، لا ما ينفعش. والمعالق بقى تبص ما شاء الله كل اللي يخش المطبخ ايه، يعني العك بيشتغلوا جدا في الشتاء، تلاقي المواعين كترت جدا في الشتاء كده. بس بأمانة أنا عندي غسيل مواعين ده يعني هواية، وبحب غسيل مواعين جدا. بالذات المواعين الألمونيا دي برتاح فيها جدا، وبحب غسلها وبحب أدعكها كده وايه، تدعكها كده وتخليها تنور تحت ايدك كده، بتحسي دي ايه يعني. ده بالنسبة لي استمتاع، ان تبقى مطبخك نضيف كده وفل دايما كده أول بأول. فما شاء الله، يعني إن شاء الله أي بنت وأي ست مصرية بتهيألي مفيش حاجة تغلب عليكي في مطبخك. احنا ستات جامدين وفي أي شيء سادين، ومفيش حاجة ايه تستصعب علينا أبدا بإذن الله. وربنا يوفقنا اللهم امين احنا وياكم لما يحب ويرضى، ووفقنا في كل شيء دايما يا رب. شايفين اللي معانا يا بنات؟ شايفين انا بقى بعشق الاحساس ده، بعشق ان تقعدي تغسلي معاهم كده وتعملي ايه، تخلصي المنظر ده كده. فقلنا هنعمل ايه على الفرخيه بتاعتنا الجميله. قلنا لقيت عندي في التلاجة شويه سبانخ صابحين وجمال وحلوين قوي زي ما انتم شايفين كده. قلنا بقى ننضفهم كده مع بعض ونشتغل ونسمي الله كده. يعني انا بحس بامانه يا بنات ان السبانخ دي من الاكلات البسيطه والقيمه، لان فيها فيتامينات كتير وفيها معادن وحاجات مفيده جدا لينا ولولادنا، وجميله جدا في الشتاء. يعني هو خضار الشتاء كله ممتع بصراحه. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن، كان طازه وجميل. بنغسله كويس كده وفصصه واحده بواحده كده، بحيث ايه الطين كله واي تراب اي رمله تنزل، وتنضفيه وتبقى حاجه نظيفه ليكي ولولادك. ونصيحه، اي خضار مش تغسليه بعد ما تقطعيه، لان الخضار لما بيتغسل بعد ما بيتقطع بيفقد كل القيم الغذائيه اللي فيه. فاي خضار نغسله قبل ما ايه، ما نقطعه. يعني السبانخ زي كده اغسليها قبل ما تقطعيها، اي خضار اغسليه كويس جدا وبعد كده قطعه. زي ما انتوا شايفين انا بغسله عود بعود وبفتح القلب كده وايه بظبطه واحده بواحده كده عشان تبقى نضيفه 10/10. وهنا بقى نجيب الطماطم بتاعتنا والبصل عشان نعمل التسبيكه بتاعه الخضار بتاعنا الجميل ده. انا ما بحبش اكتر الطماطم للسبانخ عشان مش تحطحط معاكي. وطبعا اي طماطم واي تسبيكه ما ننساش نرمي فيها ايه، معلقه السكر عشان تعادل حموضه الطماطم. احنا سبكنا التسبيكه وجهزناها وحطينا هنا باكو مرق الدجاج والبهارات بتاعتي بقى الجميله، طبعا فلفل اسود وكمون واي بهارات انت بتحبي تحطيها على الخضار بتاعك، مفيش اي مشكله خالص، ده حاجه ترجع لذوقك. بس الاساس الفلفل الاسود والكمون. ودي الفرخيه بتاعتي الجميله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا نضفتها كويس جدا وفتحتها من جوه وعملت المرتة جهزتها معاكم. هي عباره عن بصل وطماطم
وملح وكمون وفلفل اسود. وهنا الشوربه بتاعتنا بقى نحط فيها شويه كمون كده صغيرين وشويه فلفل اسود. وندعك بقى الفرخه، طبعا دعك الفرخه بالبصل والثوم والبهارات ده بيحوش اي زفاره في الطيور يا بنات، يعني دي معلومه مهمه عشان تحوش زفاره الطيور. تحط في قلبها بصل وثوم كده وتدعكيها كويس جدا، بتحوش اي زفاره فيه. بيبقى طعم الطيور معاكي جميل والشوربه تبقى جميله، وبقى حاجه يعني تفتح النفس بألف هنا وشفا يا رب لاي حد ياكل منه. جربوا الطريقه دي هتعجبكم باذن الله. فتفنا بقى الفرخه بتاعتنا الجامده دي ما شاء الله، وننزل بقى بالحاجات بتاعتنا طبعا الرجلين بقى والكبد والقوانص والحاجات دي، ونسيبها مع نفسيها كده على نار هاديه تستوي، بتطلع حاجه 10/10. والتسبيكه جاهزة زي ما انتوا شايفين يا حلوين، وقطعنا السبانخ. هو الخضار ده اللي يعلى عليه حاجه 10/10 تبارك الرحمن. اعلى حاجه في الشتاء الخضار. انا بحب الشتاء عشان خضاره كتير وما شاء الله يعني مش الواحده مش بتغلب هتطبخ ايه النهارده. لكن في الصيف ما بتحتاري، الخضار بيكون قليل وبنحتار هنطبخ ايه. الشتا خضاره جميل وتحس ورقه اخضر كده وايه وشكله يفتح النفس. ومعلومه صغيره كده، السبانخ يعني حاولي تسيبيها تاخد غلوتين والحله مفتوح، ما تغطيهاش عشان مش تسود معاكي. تطلع السبانخ خضرة وجميله وشكلها بقى ممتع. وهنا بعد ما استوت معانا وخدت غلوه كده والفرخيه بتاعتي استوت وعملت شويه شوربه، انا بقى بحب انزل فراخ البلدي في قلب السبانخ، بتاخد وتدي معاها كده وطعمها جميل جدا. احسن ما تحمريها بيبقى طعم لحمة الفراخ حلو، بالذات الفراخ البلدي، وبتطلع معاكي السبانخ كمان جميلة وممتعة. هنسيبها كده تاخد غلوة معاها، ياخدوا غلوة مع نفسيها كده. وهنا ما شاء الله تبارك الرحمن جهزنا غدانا، وكان غدا بسيط جدا وغدا مصري جميل. واتمنى طريقة السبانخ تكون عجبتكم، والفراخ البلدي ورز بشعرية وحاجة ما شاء الله تبارك الرحمن بألف هنا وشفا يا رب لكل اللي كان منه. واتمنى الفيديو يكون حلو، ما تنسوش بأحلى لايك يا احلى اخوات. مع السلامة.